مباراة بعنوان كحيان بيحك في عيان. تخيل معايا يا مؤمن، عندنا على أرضية الملعب الزمالك وبيراميدز وكمان الحكم أحمد الغندور. دي مش مباراة في الدوري، ده فريق كاريه الأهلي جمعناهم مع بعض ورميناهم جوه ملعب. ولو أنت أهلاوي بتتفرج عليا ما تنساش تعمل اللايك. هو اللي احنا اتفرجنا عليه مش مباراة ودية، ولكن هتشوف مباراة تقطيع وسنج ومطاوي في نهائي الكاس يوم 5/6. لكن بسم الله ما شاء الله على محمد عواد، النهارده كان راقص التنورة الأول. عواد النهارده كان بينافس على الميدالية الذهبية في رقصة الباليه. دي مش موسيقى البجعة، ده البجعة ذات نفسها كانت موجوده على ارضيه الملعب. بيقول لك بين الشوطين الكابتن ايمن رمادي سال محمد عواد، قال له فيها عواد ما عرفش تمسك الكره ليه، هي سخنه؟ قال له لا يا كابتن انا بقفش في الفراغ. بس الشهاده لله كان في 3 جوه الملعب النهارده كانوا بيتنافسوا على افضل مشهد كوميدي. مروان باشا حمدي لاعب الزمالك السابق النهارده كان بيستحلف بالله انه ما هيسجل هدف، ومحمد عواد طبعا راقص الباليه، والاخ الكريم مصطفى شلبي اللي كان مصمم النهارده يصطاد عصافير. انتم الان على موعد الدوري 45 في القلعه الحمراء ان شاء الله. كلها فركه كعب يا رجاله، والدوري ده اهلاوي.